والآن مع كلمة الأستاذ ثروت الغنيمي، فليتفضل. مساء الخير عليكم. أنا مش هتكلم في الشعر ولا في وسط القامات دي كلها. أنا تخصصي باحث سياسي ومستشار. اتساقا مع اللي حضرتك قلتيه ومع الشاعرة الفاضلة وكلمة الأستاذة في مجال التربية والتعليم، ما تستنوش حاجة في التربية والتعليم طول ما احنا بندور في مناهج اللي بيدوروا فيها أكاديميين. كل وزير تربية وتعليم بيجي أول حاجة بيعملها شكل لجنة جديدة ويقول إيه؟ هو والمستشارين اللي معاه في الوزارة، لأن هو أصلا العقليات ماشية في اتجاه معين، هو عايز الأكاديمي. يقوم يجيب دكاترة طرق علم يعني طرق التدريس وعلم النفس في كليات التربية والآداب على مستوى الجمهورية وطبعا. ما سألوش في مرة أي نقابة معلمين، هات واحد من كل نقابة على مستوى الجمهورية. هات المدرسين اللي بيروحوا في مدارس معلش في اللفظ لما الدنيا بتشتي ما يعرفش يروح، ولو شتت عليه وهو هناك ما يعرفش يرجع. الأرياف كفور والنجوع، المدرس اللي فيها ده هو اللي يقدر يقول لك العملية من تحت فين؟ احنا بنبدأ من فوق. مش ولا مرة وزير تربية وتعليم جه بدأ من تحت. أصعب حاجة موجودة دلوقتي ضعف الحس بالانتماء الوطني عند الطلبة. احنا واحنا صغيرين كلنا واعتبروني عجوز كنا بندرس التربية القومية، وكان من ضمن النشاط غير الطلائع والحاجات اللي هي الفنية والحاجات الثانية جماعة الوعي القومي. مش بعيد دلوقتي ومش مستغرب ومش مستعجل لما نلاقي ناس بتطلع في الإعلام، قنوات، أي وسيلة إعلامية، قنوات على اليوتيوب، بيكتب في صحيفة ورقية أو إلكترونية وتلاقيه بيهاجم وطنه. ما هو طالع ما عندوش انتماء. ولما حضرتك يعني هقعد اناقشه في ايه؟ ما هو اساسا الكلام معاه هترجعيه لورا مش هيسمع. هو ما عندوش استعداد اساسا، بدام هو تجرأ ودخل منطقه انتقاد وطنه. فرق جامد ما بين الانتقاد والهدم. احنا عندنا هدم ذاتي حاليا. اللي بيحصل في البلد ان احنا بايدينا بنعمل اللي الناس الغريبه مش عارفه تعمله. ده صح. الادب والشعر عليه دور جامد جدا ودور مهم جدا. المرحله اللي احنا فيها احدى المميزات بتاعتها التطور والتنوع الاتجاهات الشعريه، واللي كان حصل فيها من فتره ركود بفضل كوكبه من الموجودين وفضل اعلاميين كتير. الحركه الشعريه في مصر انا اعتقد ان هي حاليا في طريقها للنهضه مره ثانيه. ان شاء الله. النقد والشعر حاجتين مهمين جدا لو احنا عاوزين نعمل مجتمع بجانب التربيه وبجانب الدين. وشكرا لحضراتكم. برافو.